أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نظرة فنية حول الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم وبعض المشاكل على الساحة الرياضية مع نجمي الحلقة الأستاذ عصام الحسن والكابتن محمود صالح. يمكن أستاذ عصام خرجنا شوية بره الموضوع، لكن الحقيقة أنا سعيدة جدا بهذا الحوار وهذا النقاش لأنه في نوع من الشفافية والمصداقية، لأنه زي ما قلت وهقول مرة تانية أنه نادي الزمالك مش انا اللي اقول، يعني ده من قديم الازل اللي بيقول بالظبط. نادي كبير ونادي علمنا ازاي استخدام الفرق الاجنبيه، وكلنا نتذكر هذا. واحنا لما اتكلمنا في الموضوع دوت شرحنا وجهات النظر والاسباب، لكن احنا عمرنا ابدا ما كنا نقاد على الكرسي ده. ودايما بنقول انه اللي بيقعد على الكرسي عنده مسؤوليه، يعني ديمقراطيه وحريه بنركز عليها قوي وبيقول كلمه حق، ولكن الحريه والديمقراطيه هي في الاخر هي مسؤوليه. ده ضميرنا، مالناش دعوه بقى بما يحدث على الساحه من بعض المصالح الشخصيه او بعض الحاجات اللي مزعله. انا عارفه انت زعلان من ايه يا استاذ عصام؟ والله حاجه، بس انا بتكلم على فكره، انا بتكلم بلغه وانت مش عايزك تزعل برضو. الجمهور الزمالك لما تليفونك الزمالك بيشجعوا ملايين اكيد طبعا. لما حتى انا ما دخلتش في عملك ولا رفعت السماعه ولا قلت لك ايه اللي انت بتقوله، احترمت فيك وجهه نظرك. تمام. خلينا نطلع بره الموضوع ده واديكم خبر عشانكم. ايوه المفروض بقى بس الحاجات ديت عشان هلا ما تزعلش. بس ان فرقه اتلتيكو هتوصل يوم الثلاث، هو كان محدد ليها يوم الاربع، لكن هم حرصا على انهم يجوا مصر بدري. يوم الثلاث يعني الثالث يوم العيد. يوم الثلاث بكامل نجومهم. ان شاء الله الاحتفاليه هتبتدي الساعه 4 يوم الخميس، وهيكون فيها فقرات مختلفه ومفاجآت جميله جدا ان شاء الله هتسعد جمهور نادي الزمالك. التذاكر هتبتدي طرحها من بكره مساء او يوم السبت صباحا، وهيكون لها 3 منافذ منهم نادي الزمالك و في الاستاد عند الاستاد ان شاء الله، وفي الشركه المنظمه. في نجوم شرفيين اتلتيكو مدريد هتجيبهم، 2 من اكبر المحللين الرياضيين على مستوى العالم، والبعثه حوالي 16 لاعب، وحوالي كل مجلس اداره اتلتيكو جاي. جميل. كل مجلس الاداره. ودي حاجه عارف اقول لكم حاجه بعيدا عن الماتش. وجود اتلتيكو مدريد في الفتره دي نوع رساله للعالم. اتلتيكو مدريد بس عشان الناس مش فاهمه قيمه هذا النادي، ده رقم 3 في اسبانيا من حيث البطولات ومن حيث الشعبيه. اتلتيكو مدريد حائز على بطوله السوبر الاوروبيه وفايز على الانتر السنه اللي فاتت. هو بطل سوبر اوروبا 2010 وفايز على الانتر ميلان بطل دوري الابطال 2-0. لا طبعا هو يعني الناس لا الناس عندها تقييم للفريق. انا ما بقولش ان ده مش تقييم، هو لو شافوها مش هيعرفوا ان لا يعني ثالث فريق في اسبانيا وحايز على سوبر اوروبا في 2010 وفايز على بطل دوري الابطال. لا واللي بيتابع كمان ويشوف ديربي العاصمه اللي هو ريال يهناء واتلتيكو مدريد بيبقى في مدريد نفسها برشلونه وريال مدريد يعني بالظبط. بس الناس مش متابعين الا البارسا. خلينا نقر ونعترف ونحترم برضو جمهور الزمالك وطلبهم والاعلام ان احنا كل امانينا كل طموحنا كان ان احنا نجيب ريال مدريد. هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع دوت، لان احنا بنتمنى كلنا طبعا مئويه تكون جميله جدا لنادي الزمالك. لكن قبل ما نخرج من المئويه بقى ونادي الزمالك، نرجع لزمالك المعلم حسن شحاته والفوز اللي حققه النهارده على سموحه في الوقت بدل الضائع بهدف شيكابالا، بعد يعني مجهود كبير جدا وتكتل دفاعي جدا من سموحه. فبنقول كابتن محمود، رايك في مباراه الزمالك وسموحه؟ هو ما فيش شك فوز مستحق لنادي الزمالك، مباراه جيده جدا الحقيقه، يعني انا استمتعت بيها يعني كمشاهد الحقيقه، وحتى من الناحيه التكتيكيه برضو انا استمتعت بيها. برغم سيطره الزمالك، يمكن بعد ثلث ساعه تقريبا الزمالك لمده حوالي 70 دقيقه من مده المباراه يمكن بيسيطر على اللقاء. انما في نفس الوقت برضو سموحه قدم حقيقه اداء كويس جدا الحقيقه، وبحييهم على ادائهم دوت. يمكن بس يعيبهم بس كناحيه فنيه حاجه، بس ما استغلوش
الهجمات المرتده بشكل جيد، كان ممكن يشتغلوها بشكل افضل ويخلقوا لنفسهم فرص التهديد بشكل افضل من كده. انما الزمالك الحقيقه قدم مباراه كويسه الحقيقه دفاعا وهجوما. معظم اللعيبه ادوا المطلوب منهم، كانوا في حاله جيده الحقيقه. تبقى شيء كويس جدا لما نلاقي مثلا 11 لاعب في الملعب فيهم 9 لاعبين على الاقل في حالات فورمه رياضيه كويسه. الحقيقه الزمالك يمكن كان باد لك، كان ممكن النتيجه تطلع بسكور اعلى من كده بكتير. انا شايف يمكن مباراه من افضل اللقاءات اللي تمت في الدوري العام حتى الان يعني. يمكن وباكد اتفضل كمل. وباكد ان هو فوز يعني مستحق لحقيقه نادي الزمالك. وانا شايف في عناصر كويسه الحقيقه ظهرت بمظهر كويس يعني. صلاح سليمان في قلب الدفاع الحقيقه اعتقد هيبقى ليه دور في المنتخب الفتره اللي جايه. في عناصر يعني ابتدت تظهر مع الكابتن حسن شحاته حقيقي في الموسم دوت مستواه يؤهلها فعلا ان هي تكون من ضمن عناصر المنتخب في الفتره الموجوده القادمه يعني. وده الهدف طبعا مفيش شك، ده الهدف من اكيد ان احنا يعني الانديه تقدم لاعبين جيدين بحيث نعمل منتخب جيد ويقدر يحقق نتائج جيده ان شاء الله. طبعا استاذ عصام بالتاكيد شفت المباراه، يمكن الشوط الاول كان خارج حسن شحاته زعلان كده من اللاعبين لانه كان انتهى بالتعادل السلبي، لكن الشوط الثاني يمكن نجح برضو شوقي غريب. احنا طبعا نركز على موضوع شوقي غريب وحسن شحاته، وكانت المباراه مايله ناحيه انها مباراه تكتيكيه شويه بين مديرين فنيين. قدر يقفل اجناب الملعب وقدر يعمل ضغط في وسط الملعب، فعلا نجح فيه تماما. ولكن تغييرات الكابتن حسن شحاته في الشوط الثاني بالدفع ب3 عناصر جديده، هل يعني كان ليها نوع من السيطره؟ شفنا اكتر من فرصه للزمالك ولحد ما اسفرت عن الهدف في الوقت بدل الضائع. يعني رايك؟ بصراحه يعني يمكن انا بختلف مع الناس كلها، ولكن هقول لك حاجه مش بصفتي انا ماسك المنظومه العالميه في نادي الزمالك، ولكن هتكلم بقى كناقد رياضي في اخبار اليوم يعني محايد يعني. لا هي المباراه دي حسمت يعني بفروق فرديه، يعني مهاره فرديه لشيكابالا بالتخصص بيحط الكره من بره، لكن في سوء توفيق لانهاء الهجمه في نادي الزمالك بصفه عامه. الزمالك جايب في الثواني الاخيره ده في الوقت بدل الضايع. طب لك ان تتصوري لو هو الماتش انتهى بالتعادل، يعني الفرق الفردي هنا في تسديده كوره هي اللي صنع بس كان في كرات كتيره جدا ماشي. يبقى هنا في ايه؟ اللمسه الاخيره فيها عدم توفيق او فيها رعونه، حاجه من الاثنين ملهاش ثالث يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا انا شايف ان الكابتن شوقي غريب كان منفعل يعني حتى شايف الصوره ما هو ده ما انت عايزه ايه؟ ده 3 بونت في الثانيه الاخيره. ده امر طبيعي، ده امر طبيعي ومنطقي. اي انسان كده. ما انا بقول لك هنا التوفيق جاء بمهاره فرديه وليس بجمله تكتيكيه. واخده بال حضرتك؟ وده الفرق على فكره. انا بتكلم بموضوعيه، مش بتكلم بقى لا منحاز ولا متعصب. لا. والنقطه الثانيه انا عايز اقول لك ان شوقي غريب قفل الجيم لانه حافظ طريقه فعلا. وفكر ورؤيه حسن شحاته 6 سنين. فالنهارده لما الجيم قفل نتيجه خبرات سابقه متراكمه في ذهن شوقي غريب لمعرفه سيستم لعب الكابتن حسن شحاته. واخده بال حضرتك؟ خلينا نتكلم. طبعا كابتن شوقي محق في اللي عمله، ودي ميزه. احترم الخصم تماما. ولكن يمكن بس زودها شويه، يعني اللعب جيم دفاعي بحت. خلي بالك ان هو يعني خلي بالك كابتن هناء انه هو من 48 ساعه مسك الفرقه. فهيقدر اي مدرب عبقري هيقدر يعرف لعيبته ويحفظ امكانياتهم وقدراتهم في 48 ساعه، لازم ياخد ويحط لهم خطه يقدروا يطبقوها في 48 ساعه. صح. ويعالج سلبيات في 48 ساعه ويضيف ايجابيات في 48 ساعه. ده كلام خارق. هو لعب بطريقه مشروعه محدده معروفه للجميع. وكاد ان ينجح. كاد ان ينجح لو استغل وكاد ان ينجح. كاد بقوه يعني شوف الهجمات المرتده لولا يعني توفيق انا بعتبره توفيق ربنا. ما هو دي الحته اللي بنقول فيها. هو نجح في اغلاق الجنبين ووسط الملعب، وعمل نوع من يعني الكثافه العدديه في منطقه مرمى. ولكن حتى الهجمات المرتده اللي اتيحت ليه يعني ما كانش بيسعى، مش ما عرفش يستغلها، ما كانش بيسعى ان هو يستغلها. فانا بقول عشان كده الجيم دفاعي زياده يدرب لعيبته عايز يلعب على الكونتر اتاك، على الهجمه المرتده. هو قدر يدربهم امتى؟
عشان يعرفوا يعملوها ازاي وينفذوها زي دماغه ما بتقول. تمام. خلينا نقول ان هو خلينا برضو نروح للكابتن محمود ونساله عن اللاعب الذي يصنع الفارق، وانت يعني ما زلت في مجال التدريب. حد انا عن نفسي عشان الاستاذ عصام يعني تكتب لي لا الملكيه الفكريه في برضه زي موضوع كده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انا بلقب من 3 سنوات شيكابالا بالمخترع الاسمر. المخترع هو بيصنع بعض بص كده على الكوره مش عارف هو لولا كده ما كانش شيكابالا. لا لولا الاختراعات اللي انت بتتكلم او الابتكار في الاداء ما كانش بقى هو مشى تاني. تمام. وبقى قيمته كده. طب الفروق الفرديه للعيبه يا كابتن محمود، وبرضه لو خدنا نظره اوروبيه على ميسي في برشلونه، ازاي اللاعب ده بيقدر يصنع الفارق لفريقه، وازاي ان هو بيكون يعني الامل لا ينقطع لهذا المدرب حتى الثانيه الاخيره في ان حد بحجم شيكابالا او مثلا ميسي عالميا انه يصنع الفارق في لحظه. بس هو قبل ما اقول بس في نقطه بس حابب اوضحها. هو فرقه سموحه والجهاز الفني هو نجحوا كنتيجه. النتيجه جت بشكل صعب في اخر ثانيه بضربه ثابته. انما الفرص اللي اتيحت لنادي الزمالك فرص كتيره. يعني كتيرة انا كناحيه دفاعيه ما اجي احلل الناحيه الدفاعيه لفريق سموحه ما نجحش. بدليل الفرص الكتيره بس عدم توفيق لعيبه النادي الزمالك. ما هو ده بقى اللي انا بقول عليه. هو بس انما هو ما نجحش كشكل كناحيه تكتيكيه، ما اعتقدش ان هو نجح فيها. بس هو نجح يا كابتن محمود برضه بلغه كنتيجه انه يعطل 94 دقيقه ما فيش كره تسكن مرماه. ماشي. لو في توفيق للاعيب الزمالك كانت ممكن النتيجه تطلع بشكل كبير قوي. تمام. بس يمكن اللي عطل ده شويه، يمكن اقل ناس كانوا مش موفقين او كاداء بعيد عن الفورمات المرضيه. يمكن احمد جعفر بعيد تماما، وبرده عمرو زكي. رغم عمرو زكي عامل مجهود كتير برده بس ما كانش فيه موفق، وحتى الاداء الجماعي كان ضعيف شويه. يمكن دول اللي عطلوا شويه، ان كان ممكن النادي الزمالك يكسب مكسب مريح وبسكور عالي. النقطه الثانيه برده حته الهجمات المرتده. على فكره عندهم الثلاثي، لو بصينا الثلاثي الافريقي جودوين وصامويل ومارك ابوا مع هاني العجيزي، الحقيقه امكانياتهم هايله. يقدروا فعلا يأدوا كويس ويقدروا يستغلوا الهجمات المرتده، او حتى لو ناحيه هجوميه منتظمه من تحت. بالعكس انا شايف ان شاء الله يعني الفرقه مع العناصر الموجوده ديت هيقدروا يعملوا حاجه كويسه الفتره اللي جايه بامكانيات طبعا. شوقي غريب معاه قماش يقدر يشتغل لا كويسين جدا حقيقي. وبصيت برضو من الناحيه الدفاعيه في رامي عادل، في محمد سمير موجود من النادي الاهلي وعنده خبرات كويسه. احمد مسلم كان موجود فتره يعتبر لعيب دولي. محسن هنداوي في الباك رايت كان لعيب هايل واختير قبل كده ولعب دولي قبل كده يعتبر لعيب دولي. رمضي صالح لعيب دولي في بلده. هاني العجيزي على منتخبات الشباب كان لعيب دولي. الثلاثي جودوين وصامويل ومارك ابوا هايلين في الناحيه الهجوميه، عندهم سرعه وعندهم مهاره وامكانيات كويسه، حتى الاداء الجماعي بتاعهم بشكل كويس. يعني انا شايف الفرقه دي كويسه. وانا طبعا احنا الاستاذ عصام وحضرتك قلتوا مش معقوله في 42 ساعه 48 ساعه او يومين اللي يقدر يطور. برضه اكيد الدكتور ميم عبد الرازق كان ليه دور، لازم يعني برضه ما نغفلوش، لان اكيد عمل مجهود معاهم. والشكل الاداء دوت يعني حتى لو اضاف الكابتن شوقي كناحيه تكتيكيه، اعتقد مش هيقدر بالشكل او بالسرعه 48 ساعه. فاكيد انت برضو لما يكون بتيجي على مدرب كويس وعامل فتره اعداد كويسه وناحيه خططيه ونواحي فنيه مدرب اللعيبه كويسه، والدكتور يعني استاذ في كليه التربيه الرياضيه، واعتقد هو برضو كناحيه علميه متفوق فيها. فاكيد دي اكيد بتساعدك كمدرب لما بتيجي على واحد فاهم وعامل فتره اعداد ومجهز اللعيبه كويس. اكيد.